ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن. كابتن حسام، اسباب هذا التراجع لنادي الزمالك، هل هن السبب الرئيسي هو الاطمئنان على النتيجه والنقص العددي الذي كان من الشوط الاول على فريق الداخليه، القضيه قضيه اللامبالاه من اللعيبه، ام اسباب هذا التراجع اللي شاهدناه في الشوط الثاني؟ انت قلت الثلاث اسباب خلاص. لا يعني هو راحه نفسيه ان النتيجه 2-0 الشوط الاولاني، وفي طرد من الشوط الاولاني لفريق الداخليه، زائد ادت لنوع من الاستهتار، ادت لنوع من الثقه في ان ممكن تهاون، نكسب يعني في تهاون. زائد المنافسه اللي احنا قلنا عليها، اللعيبه الجداد اللي هم جم يعني كانت ممكن تدي نوع من القوه في الشوط الثاني. كل واحد عايز يثبت وجوده، حتى بعد التغييرات اللي اتعملت، جعفر نزل واسلام واحمد حسن مكان محمد ابراهيم ورزاق واحمد توفيق. كان من المفروض ان هي تعمل حاله هجوميه وحاله من اثبات الوجود اللي موجودين، او اللي هم الثلاثه اللي غيروا. ولكن شفنا العكس، شفنا اجتهاد من الداخليه، حاجه يعني فعلا تحسب لهم. في تغييره كويسه اتعملت من الداخليه. ايزاك نمره 32 كان في عنده سرعه، عنده مهاره، في تحركات كبيره جدا. كان في يمكن انا كنت في الشوط الثاني شويه فسالت، يعني عمال اقول الزمالك هو اللي ناقص لعيب. حسسنا كده يعني. حسيت في الشوط الثاني في الثلث الاخير كمان ان الزمالك هو اللي ناقص لعيب مش الداخليه. وبعد كده يعني فعلا نادي الزمالك دي مشكلته، او ان يعني لما بيوصل لحاله ان هو زي البطوله السنه اللي فاتت راحت بالطريقه دي. اللعيبه ما صدقتش ان هم في اول الدوري، والدوري فاضل عليها ماتشات قليله، والدوري اتحسم بعد فتره طويله حوالي 6 سنين. هي دي مشكله لعيبه نادي الزمالك. زائد يمكن الخبرات اللي موجوده في الملعب في نادي الزمالك برضو قليله من وجهه نظري. يعني لو قلنا عبد الواحد كابتن الفرقه ده حارس مرمى، لكن شيكابالا سنه صغير، لكن محتاجه قياده من خارج الملعب. تحس ان انت يعني تحسس اللعيبه ان هو المحافظه على النتيجه، مش المحافظه على يعني في ظل فريق ناقص لاعب المفروض يبقى الاداء احسن. في نفس الوقت الجمهور مش هيرضى اكتر من اللي اتعمل اقل من اللي اتعمل في الشوط الاولاني، في ظل فريق بقول قبل الاخير ما عندوش غير مكسب واحد في الدوري. فده كله برضو بيدي انطباع قله ثقه في الفتره اللي جايه، ان للجمهور ان في لعيبه لسه ما وصلتش بطموحات الجماهير نادي الزمالك. نعم كابتن ابراهيم، ربما بين الشوطين انت ذكرت بان على الزمالك الحذر اكثر، لان الداخليه قد يجتهد، وفعلا اجتهد ووصل اكثر مره، واحده في القائم وفي النهايه في الشباك. حسيت هذه الاشياء كيف؟ لان دي عاده نادي الزمالك، عاده لعيبه نادي الزمالك على في سنين طويله، ان لما يكون هم كويسين والظروف تبقى كويسه بيحصل عمليه اللي هو الدروب في الاداء. مفيش اللي هو الحرص ان انا لازم ابقى كويس على طول. يعني طبعا مش عايز اقارن بين انديه ثانيه، بس هي دي مشكله نادي الزمالك ومشكله لعيبه نادي الزمالك على مر التاريخ، ان هم لما بيتمكنوا بتحصل حته انه خلاص استهتار غريب جدا، ما بيبصش لقدام، هو بيبص لتحت. هي طبيعه لاعب، يعني طبيعه لعيبه، فبيبص تحت رجليه. المفروض ان انت تتاكد على الماتش دوت تطلع بشكل كويس عشان خاطر المستقبل، عشان خاطر الماتشات اللي جايه تدي انطباع للفرق الثانيه وتدي انطباع للناس وجمهورك ان هو دوت اداء هيبقى كده، ان انا ما عنديش تهاون الفتره اللي جايه عشان اوصل لبطوله. فهي مشكله لعيبه الزمالك بيبقوا كويسين، النتيجه بتبقى في صالحهم، الفريق اللي قدامهم بصرف النظر قوي او ضعيف ما بيستغلوش الفرصه ديت. فريق الداخليه انا شايف زي ما قلت لك هي قله الخبره بس هي اللي كانت مخليهم الشوط الاولاني بداوا بدايه غلط، مع عدم تركيز برضه من التعليمات من الجهاز ان لازم يبقى يقسموا الماتش بكذا سيناريو. اول سيناريو الربع ساعه الاولانيه تعدي من غير ما يخش فيهم جول، ده الطبيعي اللي المفروض اي مدرب يقوله. نعم. وهذه الكره الخطيره لاحمد تمساح كان كتير. انا شايف ان النادي الداخليه بصراحه عمل مباراه الشوط الثاني مباراه كبيره جدا. بيلعبوا بتنظيم كويس قوي، في روح كويسه، بقى في تنظيم في حته ان القفله فتحه الملعب اللي كانت موجوده الشوط الاولاني ما كانش موجود. اللاعب لما كولين دوت انا شايف هو وتمساح او احمد تمساح الاحسن اثنين موجودين في المباراه. يعني انا من وجهه نظري ان لما كولين نزل واستلم وبيلعب بثقه وادى ثقه لزمايله الشوط الثاني، خلى فرقه الداخليه ركبوا الشوط الثاني كامل.
واحمد تمساح تخيل انت خد بالك من الكوره، الهدف جه ازاي. الراجل من نص الملعب واخد الكوره وعنده الباور القوي جدا ان زق الكوره من ورا هاني سعيد، احمد سمير، من ورا هاني سعيد تقريبا، يعني عنده الجراءه ووصل وحطها بسرعه جميله جدا، وكان عبد الواحد طالع عليه حطها له صح. هنشاهده هنا الهدف. شوف الكره لما ارتدت يعني بشكل سريع، خذ فيها مجهود كبير. هاني سعيد عنده الجراءه ويقدر وشاف الملعب كويس، او شاف اتنين مكملين والتكمله. بص تكمله وفرقه ناقصه. انا شايف ان يعني انا مشوار تقريبا لا 30 ياردة في الدقيقه كمان حازم، 91 الدقيقه 91 السبرنت